على حل اصل المشكله فين من جذورها. انت متضايق ليه؟ اصل المشكله فين؟ فعشان تكون عقليه حل المشكلات لازم تدور على اصل المشكله وطريقه حلها. في ملك من الملوك كان بيدور مين اللي يعينه ولي ليه في المملكه. عمل ايه؟ جاب صخره كبيره حطها في الطريق الرئيسي اللي موجود في القريه بتاعتهم، وراح جاي طالع واقف يراقب ايه اللي بيحصل. لقى ناس حاولت تعدي الصخره ما قدرتش فمشي. ناس فشلت انها تعدي في الطريق ورجعوا تاني. ناس لعنوا الملك واليوم اللي فيه الملك عشان سايب الطريق واقف والدنيا واقفه. ناس لعنت الطريق وبص مع كل الناس بقى عارفه في نوعين من الناس. وبعدين لقى واحد وقف وجاب فرع جذع شجره كبير وجاب مجموعه من اخواته وقعد يحرك بجذع الشجره الصخره ويجيب صخره ثانيه يزقوا بيها لحد ما عداها. واول ما اتحركت الصخره دي لقى ورقه تحتها وقطعه ذهب محطوطه مكتوب على الورقه: عقبه الطريق هي الطريق، فلا تنسى ابدا داخل كل عقبه فرصه لتحسين ظروفنا. وكتب الورقه دي ليهم، ووقتها عينوا نائب للملك لانه دور على حل المشكله، مش انه يبص على المشكله ويشتم سبب المشكله، هو دور على حل هذه المشكله. لو نقلت مشكلتك لمديرك فانت عصفوره يعني مش مراسل بس. اذا نقلتها مع اقتراح بالحل فانت مستشار. لكن اذا نقلتها وبادرت بالفعل بحلها مش مستني تاخد اللقطه يعني فانت قائد.